السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم اصحابي واخواتي وحبايبي اللي بيشرفوني دايما في كل مكان على قناة باكورد مع احمد اللفندي. الحقيقة بس عندي المؤتمر الصحفي لمرتضى منصور اليوم. مؤتمر صحفي مرتضى منصور عمله داخل نادي الزمالك. المفروض ان هو معزول ولكن هو رئيس نادي الزمالك. مرتضى منصور عمل مؤتمر صحفي النهاردة، حاول ان هو يتكلم فيه في حاجات كتير جدا، وده طبعا سببه ان هو انفعل بعد ظهور امام عاشور مع النادي الاهلي في احتفالية درع الدوري. المشكلة كمان ان هو هاجم بقوة الاهلي ومحمود الخطيب، وقال لك احضر خليك جريء وما تبقاش جبان، واللي عايز يحضر يحضر. وأجل المؤتمر الصحفي لتاني يوم. ليه بقى؟ المفاجأة انقطاع الكهرباء عن نادي الزمالك بالكامل. متخيل نادي كبير زي نادي الزمالك ما فيهوش حتى مولدات تخلي الكهرباء تشتغل؟ نادي الزمالك بالكامل الكهرباء انقطعت عنه بالكامل. انقطاع مفاجئ في الكهرباء وهو شغال المؤتمر، واضطر ان هو ينهي المؤتمر بتاعه وقال لك هأجله لتاني يوم. في تهريج كده يا جماعة؟ هل في تهريج اكتر من كده؟ والله العظيم انا بتكلم بحيادية تامة يعني، بس بجد هل في تهريج كده؟ ان احنا في البيوت النور بيقطع عادي، الكهرباء بتقطع، كل حاجة بتقطع في مصر دلوقتي، في مشاكل كتير، ولكن في نادي الزمالك الكهرباء تقطع بالكامل واثناء مؤتمر صحفي؟ ده لو فرح انت بتجيب مولد يا راجل. مؤتمر صحفي الرئيس النادي ومش قادر تجيب مولد يشغل الكهرباء؟ اشوفكم في فيديو جديد، لايك للفيديو. اسيبكم في رعاية الله، تحياتي ليكم، احمد اللفندي على قناة باكورد، في رعاية الله، سلام.